هي مساء الفل. لو انت بتبدأ اوتوميشن او حتى شغال بقالك فترة، اكيد عارف ان اصعب مشكلة مش الكود، وهي انك تفهم الويب ستراكشر عشان تعمل سكريبت ما بيتكسرش. النهاردة هنتكلم عن دليل الويب الشامل، وانا صممته عشان نربط بين الديفلوبمنت وبين التستنج بشكل عملي. اول مربع معانا هو ال HTML. هنا انا بوضح ازاي ك QA بنبص على التاجز على الستراكشر، واهم نصيحة هي ان الداتا تست اي دي لو الديفلوبر ضافها انسى ان السكريبت بتاعك يقع حتى لو اليو اي اتغير. وده شرح الاساسيات، انت ممكن تاخد نظرة تعرف الكلام جاي منين ورايح فين. تاني مربع معانا هو CSS. ده كاوتوميشن انجينير بنحتاج CSS selector. طيب، ده المنقذ بتاعنا في ايه؟ في التعامل مع الجداول المعقده. ساعات الاكس باص يعني متفقنا ان هي مثلا دي الحاجه الثابته اللي انا بقدر اوصل بيها، بس ساعات بتفشل. طب لازم يبقى عندي طريقه تانية، فهي كانت السي اس اس سيلكتور. برضو دي الاساسيات بتاعها، انك تبقى فاهم الكلام رايح فين وجاي منين. الجافا سكريبت دي بقى يعني الدايناميك element. انا بتعامل مع العناصر اللي بتختفي وبتظهر، الويتس، السync في السيلينيوم. وكمان الجافا دي بتخلي التست بتاعك ذكي ومستقر زي ما وضحنا قبل كده. اخر حاجة معانا وهو مربع مهم جدا، وهو الجافا. سوفت وير كيو اي انجينير، الجافا مش مجرد لغة برمجة، دي الأداة اللي احنا بنكتب بيها اللوجيك بتاع التست بتاعنا. بنطبق مفاهيم ال OOP، كمان الوراثة، عشان الكود في الاوتوميشن بتاعنا يكون كلين وموفر للوقت. المربع ده انا ركزت على انك تفهم الكولكشن، يعني نفتحه. تمام. وايه الاكسبكشن هاندل، لان ده اللي بيفرق بين التستر الكود بتاعه بيقع مع اول ايرور، وتستر الكود بتاعه ثابت ويعرف يتعامل مع الديناميك داتا. فبس بالنهايه ما ننساش، خلينا نشوف شرح الاساسيات. لو انت اخترت لغه جافا زي ما احنا اتفقنا تقدر تشوف الاساسيات بتاعها. وفي النهايه ما تنساش ان احنا بنتطور مع بعض سوا. سلام.